السلام. يسقط يسقط حكم العسكر، احنا الشعب خط الاحمر. كلام جميل. طبعا الشعب الخط الاحمر، وطبعا احنا ضد حكم العسكر. اتفضلوا معايا. فكرة حكم العسكر، بس الاول قبل ما نخش في الموضوع ملوش علاقه باللي هقوله ده، يعني بالمقدمه دي، لكن دي ملحوظه توضيحيه. كان ملحوظه توضيحيه مهمه جدا. رفض حكم العسكر لا يعني موقف سلبي من الجيش. الجيش هو مؤسسه مهمه، او نستطيع ان نقول انها المؤسسه الاهم التي يجب أن نحافظ عليها ونرعاها لترعانا وتدافع عنها. إذن الجيش له احترامه وله أهميته، وده بيفرق كتير جدا ما بين فكرة رفض الحكم العسكري ورفض الجيش. حكم العسكر يعني المؤسسة العسكرية لا تقود السياسة في مصر ولا تحكم. المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الأهم ضمن المؤسسات اللي موجودة في البلاد. ده بس يعني كان مدخل أوضحه عشان إيه محدش يقعد يزايد ويقول لك جيش مصر ومش جيش مصر والبيادة ده كلام، كله كلام بيئة وملوش أي معنى. لكن فكرة أنا بس عاوز أناقش بقى جوه من ينادي بسقوط حكم العسكر، يعني بيرفضوا الحكم العسكري. حقيقة ده أنا هتناول ده من خلال مقال جزئين. المقال اسمه وفي اختلاف المظلومين رحمة للظالمين. طبعا الناس اللي بتنادي بسقوط حكم العسكر، او انا من ضمنهم، او القوى السياسية التي تنادي بسقوط حكم العسكر، وهو شعار صحيح وسليم 100%، الا انهم طوال الوقت مسؤولين عن ترسيخ ليس حكم العسكر فقط، ولكن حكم الفساد وحكم الظلم وحكم الطغيان. فطوال الوقت الصراع بين معسكر الرافضين للنظم العسكرية أو النظم المستبدة، هذا المعسكر تناقضه مع هذه النظم ومع النظم المستبدة ومع حكم الطغيان هو تناقض ثانوي بالنسبة لتناقضهم فيما بينهم. هم تناقضهم في بينهم أكثر أساسية لديهم من التناقض مع الحكم الفاسد. أنا في المقال بقول إن الواقع في مصر عكس المنطق. المنطق البسيط يؤدي بنا إلى الاتفاق على مواجهة الظلم والطغيان والقهر ورفضه، أما المنطق المعقد للحياة السياسية في مصر فأخذنا إلى الاختلاف الأيديولوجي بين المظلومين، بين الشعب، وتقديمه على الاختلاف مع الظالم أو مع الحاكم الفاسد أو مع النظام الفاسد. خلافنا الأيديولوجي احنا بنقدمه على الخلاف، وهنثبت دوت تاريخيا. هذا الاختلاف الذي تحول إلى سلاح سحري استخدمه الطغاة ليبعدوا عنهم خطر مقاومة المقهورين لطغيانهم. وإحقاقا للحق، الحالة دي أو الحالة العجيبة في الساحة السياسية المصرية أو الحالة اللا منطقية في الحياة السياسية المصرية هي حالة مش جديدة، هي حالة قديمة سابقة على فترة 2011 اللي بنعيشها، أو هذه الحقبة التي بنعيشها الآن. شهدت إرهاصاتها، هذه الحالة بدأت أو شهدت إرهاصاتها الأولى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات.
في ظل اختلافات فكرية بين قوى المعارضة الإسلامية واليسارية والليبرالية. هذه القوة التي نشأت في الأصل لمواجهة فساد العصر الملكي والاحتلال آنذاك. هذا الفساد كان يتصاعد ويتعاظم، ولكن للأسف في متوازي مع تصاعد واختلافات القوى المعارضة فيما بينها، بل على العكس هذه الخلافات كانت أحيانا تتسع هوتها بشكل أكبر من اللي هو بين المعارضة والنظام الفاسد. زي ما قلت قبل كده أو في مقدمة كلامي أنه كان الخلاف بين القوى المعارضة أكثر أساسية من خلافهم مع النظام الفاسد. كان يعني كده بالبلد بيقطعوا بعض. طبعا التاني كان لقطة بالنسبة له الوضع دوت، بالعكس كان بيغذيه. في الفترة دي الوضع الملخبط دوت، تعاظم فساد العصر الملكي والحياة السياسية في مصر ودور الاحتلال الذي كان يدعم الفساد في الوقت دوت، وكان في نفس الوقت متوازي مع الخلافات زي ما قلت بين القوى السياسية. هذا الوضع المختل اتحسم سنة 52 بتدخل الجيش والاستيلاء على الحكم، وهنا حسم الخلاف بين المعارضين وتناقضهم مع بعض بانه حطهم في السجن كلهم. في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، عندما تغيرت الخريطة السياسية في العالم. تغيرت ازاي؟ انتهت حقبة التأثير الكولونيالي العسكري، تأثير الحكم العسكري. هذا الحكم الذي كان قد بدأ بعد الحرب العالمية الثانية في العالم كله بحكم تأثير الحروب اللي كانت حاصلة أو الحربين المتقاربتين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكمان بتأثير أن كان ساعتها في تقسيم استعماري لدول العالم الثالث، وكانت عندها نزوع تجاه التحرر من هذا الاستعمار. في ظل الظروف دي كان حكم العسكري حكما مقبولا في ذلك الوقت. نجده في زي تشارل ديكول فرنسا وستالين وغيره، وأظن جوزيف بروز تيتو كان عسكري برضه. لكن وفي دول العالم الثالث كان حكم العسكري حكم مقبول جدا، نتيجة ان في ذلك الوقت كان هناك نزوع او في ظل تعاظم حركة التحرر الوطني من الاستعمار. اذا كان فكرة الحكم العسكري فكرة مش مقبولة فقط، ولكنها مطلوبة في الوقت ده. لكن في السبعينيات ابتدى الموضوع يتغير، وبدأ العالم كله مع حركة الانفتاحات الاقتصادية وبدء ثورة الاتصالات، وبدأ العالم كله يبقى في اتجاه ونزوع اتجاه التعددية الحزبية والحكم المدني، ورفض دولي أو ضيق دولي مما يسمى الحكم العسكري، وإن كانت بعض الدول الكبرى تستخدمه لإحكام سيطرتها في بعض الأماكن زي أمريكا. هنا في ظل هذا تعاظم الدعاوى الدولية تجاه الديمقراطية والحكم المدني، وقع النظام المصري بقيادة أنور السادات آنذاك في مأزق، وكان عليه أن يبحث عن صيغة تلحقه بهذه الدعوة الجديدة أو بالالتزام، يعني تكفل له الالتزام بهذه الدعوة الجديدة وتلحقه بمظاهر الحياة الديمقراطية الغربية والدعاوى الجديدة دون المساس بجوهر النظام الذي تأسس على قيادة الهيمنة العسكرية. يعني عاوز حجة وحجيجة، عاوز يبقى شكل ديمقراطي وجوهر الحكم في نفس السيطرة العسكرية، ويتضمن الحفاظ على مصالح الطبقات التي استفادت من هذا الحكم.
السادات بصراحة لم يكن قليل الحيلة، وكان صاحب خبرة عميقة في المناورة والمراوغة والتوازن السياسي، اكتسبها من تاريخه السياسي المملوء بالأحداث والخبرات. وهنا السادات فكر وأعلن عودة الحياة الحزبية في مصر على 3 محاور فقط: يمين ويسار ووسط. وأنا فاكر في خطبته قالها كده بالظبط: يمين يسار وسط. وكان لزاما على كل الاتجاهات الأيديولوجية في ذلك الوقت من وجهة نظره، سواء كانت يسارية أو إسلامية أو رأسمالية أو قومية أو غير ذلك، أن تنضم أو تقسم نفسها على هذه المحاور أو المنابر كما أطلق عليها أنور السادات آنذاك، سماها منابر: منبر اليمين ومنبر اليسار واليسار. فقال لهم متقسموا نفسكم على وعشان كده احنا ما نستغربش ان احنا نلاقي مثلا جزء كبير جدا من اللي كان منضم للاتحاد الاشتراكي العربي ايام الحزب الواحد، واللي كان منضم للتنظيم الطريقي التنظيم السري اللي كان عامله عبد الناصر وهو في الحكم، جزء كبير جدا راح ما انضمش لمنبر اليسار كما توقع البعض او كما تتشابه الاسامي ده يسار يسار، ولكن انضم الحزب الوسط بتاع الحكومه، ان هذا الجزء كان مع حزب السلطه او حزب الحكومه ايا كان اتجاهه. والجزء الثاني في هذا اليسار الرسمي يعني داخل حزب التجمع. ده كانت يعني ده بيؤكد لنا ان الحكايه ما كانتش ايديولوجيات اكتر ما كانت جزء منها كبير مصالح. لكن هيفضل خارج المشهد الرسمي ده، يعني هو المشهد الرسمي ده ما اتفرضش قوي سنة 76 على الساحة السياسية المصرية، لأن فضل خارج المشهد قوتين مهمتين جدا: القوى الإسلامية التي بدأت تشكيلاتها تتبلور بعودة الإخوان المسلمين أو عودة نشاط الإخوان المسلمين من خلال دور كان يعني كان موكل لهم، وظهور الجماعات الإسلامية. وأيضا كان خارج المشهد الرسمي القوى اليسارية الراديكالية، كان يعني ممثلة في الشيوعيين الجذريين، هذه القوة التي رفضت مشروع السادات ورفضت هذه التكوينات واعتبرته ديمقراطية صورية وهمية غير حقيقية، والغرض منها استيعاب حركة المعارضة السياسية في الشارع. وانا متذكر ان انا كنت واحد من المجموعة دي اللي كانت في البداية رافضة حزب التجمع او التجربة الحزبية في مصر. وهنا استمر الصراع بين المعارضين الرسميين والمعارضين غير الرسميين تحت مسمى المعارضة الشرعية. برضو نفس الصراع، المعارضة يعني النتيجة النهائية بالنسبة للدولة ان في حرب بين معارضة رسمية ومعارضة غير رسمية اكتر من الحرب مع النظام. هو ده اللي مطلوب بالظبط واللي طول الوقت بيحصل. وهو الصراع الذي شكل مظلة امان للنظام الحاكم الذي مارس سياسات اقتصادية انهارت بالبلاد في ظل انشغال المعارضين بخلافاتهم مع بعض. طبعا في الفترة دي كانت افضل فترة لعقد اول صلح منفرد مع اسرائيل وبدء مرحلة الانهيار للقضية الفلسطينية. بالطريقة دي نجح السادات بخبرته الخبيثة في السياسة في الخروج من المأزق وإنشاء ديمقراطية سورية بمحتوى حكم عسكري مهيمن سلاحه الخلافات والاختلافات بين المعارضة. وصارت حقبة مبارك أو فترة مبارك على نفس القاعدة، حاملة نفس العلة وتنقلها إلى المراحل التي تليها والتي نعاني منها حتى الآن وينعم بها النظام الحاكم الممتد الآن، اللي هي العلة أن التناقض بين المعارضة أكبر من التناقض بين النظم.
وده كان هيبان قوي في الحلقة الثانية لما هنتكلم على 2011 والمناورات الكتيرة اللي حصلت. قوى سياسية تضرب بعض، قوة تتفق، قوة تختلف، في الآخر بتصب في اتجاه معين. يعني هذه المناورات قلنا اللي بين عن بين النظام الحاكم الممتد حتى الآن رغم حدوث ثورة أو محاولة ثورية، وده اللي هنتحدث عنه في المقال القادم. إذا الفكرة مش فكرة شعار بيتقال في الشارع يسقط يسقط حكم العسكر إطلاقا، لكن الموضوع موضوع هل فعلا القوى السياسية بتعمل بشكل صحيح من أجل إسقاط النظم الفاسدة واستبدالها بنظم شعبية قوية. أنا أعتقد إن طول الوقت ده ما بيحصلش.